العربيه سينوفا نازل فيها الاساسيات بتاعتها، فيها الفرامل ABS وفيها فرامل ABD. العربيه فيها ايرباج، فيها نظام منع للسرقه. العربيه الموتور بتاعها ماتسوبيشي المايفيك ياباني، الفتيس ياباني، الفرامل بوش الماني، العفشه بتاعتها او نظام التعليق ماكفيرسون، التكييف بتاعها ياباني. العربيه نازل منها فئات هاتشباك والسيدان. العربيه في منها الفئه اللي هي الهاي لاين والفئه الفاشن الاعلى. اولا عشان الموتور والجير بوكس ان هم من يابان. تميز في الشكل، تميز في الامكانيات. العربيه فيها ABS وABD وايرباج. سعرها متوسط بالنسبه للكماليات والامكانيات اللي فيها. الاوبشن بتاع العربيه كويس جدا بالنسبه للفئه السعريه. سعرها قريب بالنسبه للاوبشن. الاوبشن اللي فيها لو حطيته في اي اسم عربيه تانية شور هتعدي السعر بكتير. A1 اول فئه اوتوماتيك هاتشباك. انا معايا الفئه الفاشن، معايا الفئه الاولانيه الA1. انا اخترت الفئه بتاعت الهاي لاين اوتوماتيك A1 1300. لا هي بصراحه ممتازه. العربيه جيده جدا وممتازه كمان. لحد دلوقتي فوق الممتاز بصراحه. مشيت بيها في طرق شبه وعره. لما سافرت بيها رايح جاي، لا العربيه ثابته جدا في الطريق، صلبه متوازنه جدا جدا. سحبها وعزمها وسرعتها وثباتها على الطريق ممتازه. لما بتقفل العربيه وتشغل التكييف انت منعزل عن العالم اللي بره. انا سافرت بيها مرتين السويس. السحب بتاع العربيه ممتاز ممتاز ممتاز. هي كلها مميزات بصراحه. الحقيقه لسه ما فيش عيوب ظهرت لغايه دلوقتي. حساسات خلفي، GPS، شاشه عرض، حاجات تعتبر كماليات في السياره مش موجوده يعني. الكاسيت ليه مش تاتش مع ان كل الفئات اللي نازله جديده الكاسيت فيها تاتش. مفيش مرايات في الشماسه، مفيش طفايات. مفيش عيوب لا اقدر اذكرها. 1300 مع التكييف ما بيبقاش نفس قوه ال 1500 مع التكييف، بس ده بيتعوض مع الباور هورس بتاع 99. ده يعني عامل لي اللي انا محتاجه. صوت الموتور عالي داخل الصالون مش في حجره الموتور. ما شفتش عيوب الحمد لله في العربيه لحد دلوقتي. قصراوي بالنسبه لي اسم يخليني اشتري اي عربيه وراه. مش اول عربيه بيشتغل فيها. هو معروف ان دايما العربيات اللي هو بيبيعها بتبقى مضمونه يعني. السمعه بتاعته يعني سابقه بكتير. اكيد اسم التوكيل بيفرق في الشراء. ان انا اكون واخده العربيه من حد انا ضامنه ان انا لو جيت له في اي حاجه هيحلها لي. بيقوم معاه مهندس استقبال بيستلم منه العربيه وبياخد منه جميع الملاحظات اللي موجوده في العربيه، وبناء على تعليمات بايك العالميه بيبدا يقول له على الوقت اللي محتاجاه للصيانه والتكلفه بتاعه الصيانه. الصيانات الصغيره اللي هي زي ال1000 وال5 بتاخد 60 دقيقه تقريبا، والصيانات الكبيره زي ال10 وال20 بتاخد 90 دقيقه. كانت الساعه 1:30 قالوا لنا تستلموا العربيه الساعه 3 بالظبط. استلمنا العربيه الساعه 3. الورشه دي مجهزه باحدث الاجهزه والمعدات وفنيين مدربين على اعلى مستوى لخدمه سيارات بايك العالميه. مركز الخدمه يقدر يستوعب لحد 60 عربيه في اليوم صيانه سريعه، بالاضافه الى اصلاحات التكييف والكهرباء وضبط الزوايا والاتزان. تجربتي مع الصيانه والناس بتوع الصيانه بصراحه فوق الممتاز. السعر بتاع الصيانه اقل سعر انا ممكن اسمع عنه في حياتي. الفريق من اول استقبال على باب سينوفا بره لغايه انتهاء الخدمه الحقيقه فريق متميز جدا جدا. ارشح العربيه لناس كتير. اوريدي رشحت سينوفا لناس كتير. ارشح لناس كتير. ارشح العربيه للناس كلها. وانا اوريدي رشحتها لوالدي، ووالدي خلاص بيخلص في العربيه يعني. اعرض العربيه كانها يعني انا التوكيل مش انتوا. عربيه مش محتاجه اي حد يرشح او يتكلم عنها، هي فعلا فرضت نفسها على الجميع. سينوفا اكتر من اللي بتحلم بيه. سينوفا اكتر من اللي كلنا بنحلم بيه. سينوفا اكتر من اللي انت بتحلم بيه. سينوفا اكتر من اللي 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 بتحلم بيه. سينوفا اكتر بكتير من اللي بتحلم بيه. سينوفا اكتر من اللي بتحلم بيه.